ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى المكرونه بالخضار، طعمها حلو قوي. لكن قبل ما اقول نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده هنجمع بعض جزرايه، هنجمع بعض بصلايه، هنبشرهم كويس، وبعد كده نبشرهم هنجمع بعض بطاطسايه. هنعملها بعد الجزر والبصل، علشان خاطر انا ما حبيتش اللي انا اعملها معاها، علشان خاطر البطاطس هتطلع معانا لون عامل زي لون النشا كده، فاحنا مش حابين كده. علشان خاطر بعد كده هنغسلها. تمام كده. ما تقوليش بقى مكرونه، ما تقوليش بقى نعمل مكرونه بالبيض، ولا مكرونه بالفراخ، ولا باللحمه، ولا باي حاجه، ولا تكلفي نفسك خالص. اكله موفره جدا جدا. تعملها للغدا، تعملها للعشاء، اكله خفيفه كده، اكله حلوه بالخضار، ومفيده قوي للاطفال، والاطفال هتعشقها. بس انت اعمليها. بس انت لازم تعملي الخضار بالمقشره، علشان خاطر تبقى الحاجه اللي معانا رفيعه كده، وتبقى حلوه عشان تستوي معانا مع المكرونه. تمام. او مثلا انت لو مش بتاع عندك، ممكن تعملي بالسكينه بغنيك ترفعها جدا علشان خاطر تستوي معاكي. زي ما انتم شايفين كده هنجيب مع بعض 3 معالق من الزيت. مش كتري في الزيت. طبعا احنا عاوزين لون المكرونه، اللون الذهبي، اللون الحلو ده. وبعد كده تحمر معانا اللون الذهبي، هننزل عليها بالخضار اللي احنا عملناه. زي ما انتم شايفين كده تاخد طبعا كده تشويحه حلوه. وبعد كده هننزل عليها بطمايه مكشوره، اسفه، اللي احنا بشرناها. وبعد كده طبعا ننزل مع بعض بمعلقه من الصلصه. هنفضل طبعا نقلب فيها، وتحط بقى طبعا كمونك، بهاراتك، اي مكمونه، اي بهارات عندك. مفيش اي مشكله تحطيها. ومش شرط تعملي المكرونه اللي هي الاقلام، ممكن تعملي اي نوع مكرونه عندك، بس ديت اللي كانت متاحه عندي ومتوفره عندي، فانا عملتها يعني. طبعا هننزل عليها بكوبايتين من الميه. طبعا لازم تكون الميه اعلى من المكرونه واعلى من الخضار، علشان خاطر الخضار والمكرونه تيجي تستوي معانا كويس. زي ما انتم شايفين كده الريحه، كفايه الريحه وكفايه، بس الدخره اللي طالعه منها حاجه تحفه وحاجه جميله قوي. طبعا انا بشكر طبعا حبايب قلبي اللي طلبوا مني بابا نويل، وطلبوا مني حاجات مناسبه رأس السنه الجديده. بشكرهم فعلا من جوه قلبي. مش عارفه اقول لكم ايه بجد. يا ريت تكون الفيديوهات بتاعتي تعجبك وتعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير، كل سنه وسعاده وصحه يا رب. ربنا يا رب يوفقكم وينجحكم ويفرح قلبكم زي ما انتم كده مفرحيني. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. طبعا دي شكل المكرونه بعد ما استوت. انا طبعا سبت فيها شويه، يعني شويه شوربه كده، يعني صغيرين كده، علشان خاطر انا بحب الشوربه. يعني حاجه بسيطه. زي ما انتم شايفين كده طعمها وشكلها روعه. بألف هنا وشفا على قلبك يا حبيبتي. اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وسعاده، مع الف سلامه.